الجواز ده عامل زي سرعه العربيه، اتسرعتوا في الجواز واخترتوا غلط هتتقلب بيكم هيحصل انفصال وهيحصل طلاق وهيحصل خلاف. مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده طالعه اتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو عن زواج اللي هو بسرعه او اللهوجه، او الزواج اللي هو اي جواز والسلام، او جواز صالونات، ايا كانت انتوا بتسموه ايه. فاحنا بنتكلم عن الجواز ده. في ناس كتير بتتجوز لمجرد ان هي ما يتقالش عليها ده هي عنست، او الزوج ده عنس، او مش عارفه ايه. طب احنا ليه ما نستناش نصيبنا لما يجي لنا الصح؟ ليه ما نختارش صح؟ ليه ما نختارش الزوج او الزوجه اللي يكونوا سند؟ لو ما كانش الزواج مبني على الموده والرحمه، وان انتوا تكونوا سند وعون لبعض، يبقى بلاها قلتها احسن. لان ناس كتير بتتجوز لمجرد ان هي جوازه والسلام. ده الجواز ده لابد منه، مش مجرد ان انتوا تختاروا الصح. طب احنا ليه نعمل في نفسنا كده؟ ليه ما نختارش الزوج او الزوجه الصالحه اللي تنفع تكون ام، او ينفع يكون اب لابنائنا صالحين عشان يطلع جيل سوي؟ جه بقى الجواز في ال20، جه في ال30، ما جاش خالص، مش فارقه، والله العظيم ما فارقه. لان اكيد ربنا ما بيختارش حاجه وحشه لحد ابدا. ربنا دايما اختياره هو الصح لينا. لو ربنا اختار لينا ان احنا ما نتجوزش، يبقى خلاص هو ربنا اكيد رايد لنا خير، اكيد هيعوضنا بالافضل، اكيد هيعوضنا بالاحسن. ما نزعلش، اوعوا تزعلوا او تندموا او تتسربعوا او تتلهوجوا في جوازه والسلام لمجرد ان انتوا ما تتجوزوا، مجرد ان ما حدش يقول عليكم ده انتوا عنستوا، او مجرد ان انتوا ما حدش يقول عليكم ان انتوا مش لاقيين. ناس كتير ممكن الجواز بيعطلها، في ناس كتير ممكن تتعطل بسبب في ترقيه في وظيفه، او تكمل تعليمها، او حاجات كتير. لان الجواز اكيد هيعطلك، كده هعطلك عن حاجات كتير. انا مش معنى كده بقول ان انتوا ما تتجوزوش، بس ما تختاروش غلط لمجرد ان انتوا تتجوزوا والسلام. لان احنا الجيل ده عايز يتجوز وخلاص. لا، اختاروا صح، اختاروا السند، اختاروا اللي يعينكم على الطاعه، اللي يعينكم على تربيه الاولاد، اللي تكونوا تكملوا بعض، تكون في ما بينكم موده ورحمه. ده اللي ربنا قاله. لكن ان احنا يتقلب كرامتنا، او ان احنا نتضرب او نتهان او نتشتم او اي حاجه من دي، لو ما كانش في احترام متبادل ما بين الزوجين، يبقى قلته احسن، قلته احسن. لان بجد صدقوني بعد كده هيطلع جيل غير سوي، هيتربى اولاد غير سويين. زي ما بيشوفوا اهاليهم بيتعاملوا، هيطلعوا هم كمان بيتعاملوا. لان ده اكبر غلط. يبقى احنا ليه ما نختارش الصح؟ يعني عايزه اقول لكم، اللي شايفين محاكم الاسره كميه طلاق كتير جدا بسبب الاختيار الغلط. يعني زمان اجدادنا كانوا بيقولوا في مثل حلو قوي، كان بيقول لك في التأني السلامه وفي العجله الندامه. معنى ايه الكلام ده؟ ان انتوا لو اتأنيتوا كده في اختياركم، او انتوا اتأنيتوا ما تسربعتوش على حاجه، فهيكون في سلامه وخير، ان انتوا هتبقوا سالمين من كل شر. انما لو اتسربعتوا هيحصل كوارث. حتى في السواقه، لو واحده ساقت او واحد ساق وساق بسرعه رهيبه جدا، لا قدر الله ممكن العربيه تتقلب بيه وما يقدرش يتحكموا فيها. طب لو مشوا بالراحه، او ومن غير سربعه ومن غير لهوجه، ومشي كده على السرعه المسموحه ليه، ايه اللي هيحصل؟ لا قدر الله عجله العربيه نامت، طارت منه، الفرامل فوتت، هيعرف يتحكم في العربيه. لكن لو ما لقيتوش، لقيتوا نفسكم متسربعين وبتجروا بسرعه رهيبه جدا، فممكن العربيه تتقلب منكم، ما تقدروش تتحكموا فيها. هو ده اللي بيحصل. زي الجواز بالظبط. الجواز ده عامل زي سرعه العربيه، اتسرعتوا في الجواز واخترتوا غلط، هتتقلب بيكم هيحصل انفصال وهيحصل طلاق وهيحصل خلاف وهيحصل حاجات كتير جدا. لكن لو انتوا اتأنيتوا كده واخترتوا صح، هيبقى برضو نفس القصه. لو مشيتوا بسرعه هاديه في سواقه العربيه، هتوصلوا بس سالمين ومن كل شر. هو ده بالظبط. الجواز عامل زي سرعه العربيه بالظبط. اتسربعتوا، العربيه ممكن تتقلب بيكم. ما مشيتوا بتأني وسلامه وخير، العربيه هتمشي مظبوطه والجوازه هتمشي مظبوطه. هو ده التمثيل وده التشبيه الصح للجوازه. يعني ربنا يرزق بنات المسلمين وشباب المسلمين الزوج او الزوجه الصالحين، اللي يكونوا عونا وبر على البر والتقوى، ويكونوا صالحين ويعينوا بعض على الخير، ويكون في ما بينهم موده ورحمه. لكن ان انا يتقلب كرامتي او اتهان، يبقى قلته احسن. قله الجواز الغلط احسن. ما تختاروش غلط، اختاروا صح. مش لمجرد ان انتوا محدش يتريق عليكم او يقول عليكم ان انتوا دعنسوا او باورت او كلام او الناس كده. دي ناس مريضه، والله العظيم ناس مريضه اللي بتقول كده. لا، اتأنوا واستنوا واصبروا، ورزقكم جاي. سواء بقى في ناس رزقها زواج، في ناس رزقها مال، في ناس رزقها وظيفه محترمه، في ناس، والارزاق دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى.
محدش بياخد يعني محدش بياخد كل حاجه، كل واحد رزقه متقسم ومحسوب. مهما عملنا ومهما اتشلنا واتحطينا كده، هو ربنا اللي عاملونا هو اللي هيكون. فربنا دايما بيختار لنا الصح.